يا صباح الفل عليكم من أم الدنيا، صباح الفل عليكم من الأسمرات 1 و2 و3. 18300 شقة هنا في حي الأسمرات، يعني 18300 أسرة اتنقلوا لحي الأسمرات 1 و2 و3، اتنقلوا لحياة كريمة، لحياة آدمية، لحياة يستحقها المواطن المصري. هنا في الأسمرات 3، وهنا ورايا الأسمرات 1 و2 اللي تسكنوا تقريبا كلهم، يعني كل الأسمرات 1 و2 تسكنوا 11000 شقة، 11000 أسرة جم من مناطق منشية ناصر، مصر القديمة، مساكن أو أكشاك أبو السعود وغيرهم. حوالي 13 منطقة اتسكنوا هنا جم من عشوائيات والمناطق، مش هقول العشش بس، لا كمان مناطق غير آمنة ومناطق خطرة للحياة، غير آدمية وغير صحية بالمرة. جم في الجمال اللي انتوا شايفينه ورايا ده. زي ما انتم شايفين العماير قد ايه شكلها جميل، كل عمارة حوالي 10 ادوار، وكل عمارة فيها 2 اسانسير بيخدم اهالينا اللي ساكنين هنا في منطقة الاسمرات. فيها تقريبا كل الخدمات، فيها منافذ بيع ومنافذ تجارية، فيها ملاعب مفتوحة، فيها بيتعمل دلوقتي مركز شباب الجزيرة اللي فيه 3 حمامات سباحة، وفيه يعني ملاعب رياضية تخدم كل أبناء أهالينا اللي موجودين هنا في حي الأسمرات 1 و2 و3. كمان موجود بقى اللي فرحني جدا 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 هو مشاغل بيشتغل فيها شبابنا وبناتنا اللي ساكنين هنا في حي الأسمرات، مشاغل يدوية للسجاد، بيصدروا أمريكا، بيصدروا للعالم هنا من حي الأسمرات. كمان في مشاغل أو ورش ومصانع لصناعة السبح اللي كانوا مشهورين بيها في أهالي منشية ناصر، جم سكنوا هنا وعملوا شغلهم، بقوا يشتغلوا البيت جنب الجامعة زي ما بيقولوا، يعني الشغل جنب البيت على طول، وما يعني ما بيروحوش بقى مشاوير لحد الشغل عشان يجوا تاني من منشية ناصر هنا، لا بقى في مكان مسكنهم كمان شغلهم. مدينة كاملة متكاملة، مدينة كبيرة جدا، أنا مشيت فيها كتير مخلصتهاش، يعني هوريكم في الفيديو كل حاجة هنا. الشقق شكلها عاملة ازاي، الأهالي هنا بيقولوا ايه ومبسوطين ازاي، قد ايه فعلا نعموا بحياة كريمة يستحقوها، يستحقوا ولادهم ان هم يتربوا في بيئة جديدة، بيئة نظيفة، بيئة يستحقها المصري. مشروع حي الأسمرات ده تكلف حوالي 3 مليار و400 مليون جنيه، ده غير الأرض اللي عليها حي الأسمرات اللي اتكلفت حوالي 6 مليار جنيه. كل التكاليف دي دلوقتي حاليا، او كل الجمال اللي انتم شايفينه ده حاليا بينعم بيه اهالينا اللي من منشية ناصر، من البساتين ومن مصر القديمة واكشاك ابو السعود وغيرهم، مناطق كتير جدا اتسكنوا وسكنوا هنا واتنقلوا هنا في حي الاسمرات. حي الاسمرات كمان موجود فيه اكتر من مسجد، في حوالي 2 مسجد، وفي مسجد جديد حاليا بيتم انشاؤه، وموجود كمان فيه كنيسة، وموجود فيه مسرح، وموجود فيه مراكز ثقافية ومراكز تجارية، مراكز خدمية، موجود فيه الملاعب زي ما قلت لكم، كل الخدمات والمرافق موجودة هنا اللي بتخدم أهالينا من سكان مدينة الأسمرات 1 و2 و3. كل عمارة بقى من عمارات الأسمرات 3 اللي موجودة هنا، تقريبا العمارة 10 أدوار، وكل عمارة فيها 2 أسانسير، يعني طبعا الأدوار عالية جدا، فهنا موجود 2 اسانسير بيخدم العمارة كلها بقى لأهالينا اللي موجودين هنا في حي الأسمرات. هنا بقى أنا موجودة في شقة من شقق الأسمرات 3. الشقة زي ما انتم شايفين معايا، أول ما أدخل كده فيها المطبخ، طبعا مفروشة كلها من كل حاجة زي ما وريتكم في الفيديو اللي فات في الحي المحروسة. لا هنا الأسمرات برضو مفروشة تقريبا نفس الفرش، الأنتريه، السفرة، نيش، هتلاقوا أوض النوم برضو هنا، غرف النوم دي أوضة نوم أطفال بدولابها بتسريحتها، هنا أوضة النوم الرئيسية بالسرير، الدولاب، التسريح، المراتب، المخدات، الحمام هنا. حاجة جميلة والله، حاجة جميلة بيستلموها. ليه بصور في شقة فاضية؟ ناس كلموني، أنا بختار يعني بكلم رئيس المدينة إن أنا أصور في شقة فاضية عشان ما اجرحش الناس اللي ساكنة وتخش أصور لهم بيتهم وحاجاتهم، يعني أنا ما حبيتش أعمل ده، فعشان كده اخترت إن أنا أصور في شقة فاضية لسه ما سكنتش. وتقريبا الأسمرات 1 و2 اتسكنت كلها، الأسمرات 3 80% ولسه بيسكنوا فيها.
حاجة في منتهى الجميل. هنا بقى في الأسمرات واحد جيت اتفاجئت حقيقي لما لقيت أهالي المنطقة هنا وأهالي حي الأسمرات عاملين المكان الجمالي، عاملين أحواض زرع، عاملين كشافات، عاملين كاميرات، عاملين مزينين المكان كله ومخلينه جنة. جم هنا ما اكتفوش بان المكان حلو ومستلمين ونظيف وجميل، لا كمان جملوه وزينوه وزرعوا فيه زي ما انتم شايفين احواض الزرع والالوان الجميله هنا في كل مكان. تعالوا نشوف كمان عاملين ايه. مش مجملين الشوارع بتاعتهم والممرات بتاعت العمارات بس، لا انا اتفاجئت حقيقي. انتوا شايفين اللي ورايا ده المنور، منور العماره عاملينه بالجمال ده. شايفين فاصل عصافير وهندخل دلوقتي. انتوا متخيلين ان ده منور العمارة في حي الأسمرات؟ شايفين الجمال، شايفين اقفاص العصافير، شايفين الزرع، شايفين التحف الفنية دي. بصوا الحركات الجميلة. بجد انا مبسوطة وسعيدة ان اهالينا اللي جم سكنوا هنا ما اكتفوش بجمال العمارات والرقي المدينه، لا كمان جملوها اكتر ما هي جميله. ده كده منور بس العماره نفسها مزينينها، يعني حتى العماره كلها زرع مساء الفل. تحبي تطلعي معانا؟ ناس من الناس ناس من الناس الجميله اللي هنا في الأسمرات، واحد اللي عملوا الكلام الجميل ده. تطلع معانا دلوقتي في البيت. تعالى قول لي بقى اسمك ايه؟ مروان. مبسوط هنا يا مروان؟ ايه رايك بتيجي تقعد في الزرع الحلو اللي في المنور ده؟ مبسوط؟ قول لي بتعمل ايه هنا؟ رحت المدرسه هنا وهنا احلى ولا لا؟ تعالى نشوف ماما بقى. يا مساء الفل. بجد انا بحييكوا على الجمال اللي انتوا عاملينه ده. لا هنا جميل قوي والله. قولي لي بقى هنا كنت فين وجيتي منين؟ اسطبل عنتر. فين اسطبل عنتر؟ في انهي منطقه؟ مصر القديمه. هنا جميل طبعا والله، والمنطقه جميله خالص. ازيك يا حاجه؟ لا ولا يهمك، انا اجيلك. لا وانتوا برضو كويسين وبيوسف. الله يسلمك يا رب يخليك. قولي لي بقى مبسوطه هنا؟ مبسوطين والله، وبارك ووسع ونظافه، وربنا يخليكم ويخلي السيسي برضو عامل لنا حاجات حلوه. الله يخليك. يعني لا ما هو طبعا الغلابه اللي زي حالاتنا مع اولادي وانتوا اولادنا، ربنا يخليكم ويبارك فيكم وكل حاجه حلوه. والغاز كنت بملى الانبوبه ب50 جنيه هناك، قالوا ما يطلعها لي التالت. هنا دخلوا لنا الغاز والميه وراحوا في والحمام، كان الحمام مشترك هناك. حمامنا حلو لوحدينا اهو، بابنا مقفول، سواء الميه تقطع نحتاس على مليان ميه. هنا الحمد لله تغسل بكفي الباب على روحي، اشغل غسالتي ما حد يقول لي غسالتي ولا كبيتي ولا جاره من تحت تقول لي خرت عليا الغسيل. بقى كنت رب الله ينجيه، الله ينجيه. انا بقول الله ينجيه، لا يصلح حالكم انتوا وهو والناس كلها. عمل لنا حاجه حلوه، كل حاجه متوفره. الحمد لله الحمد لله. مصر جميله وربنا ينصرها يا رب ويحيى مصر. ربنا ينصركم وينصرها وينصر ولادنا كلهم. تسلمي يا حاجه. انا مبسوطه ان انا شفتك. لا يا رب يخليك وانتوا ولادي. طب اقعدوا اشربوا الشاي. ربنا يخليكي يا حاجه. تسلمي. لما جيت هنا مدينه الأسمرات وبدات اصور الفيديو اللي انتوا شفتوه معايا، انا ما كنتش متخيله ان انا هلاقي سلوك الناس هنا بالجمال ده. بقول بقى لاهالينا اللي جم هنا سكنوا في منطقه الأسمرات 1 2 3 شكرا على الجمال اللي انا شفته، شكرا على استخدامهم للمكان بالطريقه الصحيحه، لسلوكهم اللي عبروا عنه قد ايه ان هم مبسوطين ان هم اتنقلوا لبيئه جديده وحياه جديده وبداوا يجملوا فيها المناطق دي اللي بيحتويها الغلابه وسكان العشوائيات والعشش اللي كانت موجوده في القاهره. دلوقتي بقوا عايشين في منطقه جميله وخلوها بايديهم جنه اكتر ما هي جنه. تسلموا يا رب وتسلموا أهالينا في كل مكان، الغلابة وعلى راسنا، وإن شاء الله تنعموا بخير بلدكم مصر دايما وأبدا، وتحيا مصر.